مسابقة ما بين فريقين، فريق الصبيان وفريق البنات. كل فريق من الاتنين هنوجه له 5 أسئلة، وفي النهاية هنشوف مين اللي هيجاوب أكتر وهيكسب المسابقة. وهنبدأ الأول بالصبيان. السؤال بيقول: ما هي السورة التي تسمى بالفاضحة؟ نعم، التوبة. برافو عليك. بكده يكون 1 للصبيان 0 للبنات. السؤال الأول للبنات بيقول: ما هي السورة التي يوجد بها سجدتان؟ سورة إيه؟ سورة الحج. برافو عليك. بكده يكون النتيجة 1-1. السؤال الثاني للصبيان بيقول: من هو أول مؤذن في الإسلام؟ من؟ سيدنا بلال. برافو عليك. السؤال الثاني للبنات بيقول: ما هي السورة التي تسمى بأم الكتاب؟ الفاتحة. برافو عليك. بكده يكون الإجابة 2 للأولاد و2 للبنات. السؤال الثالث للأولاد بيقول: في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام الفيل. برافو عليك. السؤال الثالث للبنات بيقول: من الذي جمع القرآن الكريم في مصحف واحد؟ لا، مش عمرو بن العاص. نعم؟ لا، السؤال موجه للأولاد: من الذي جمع القرآن في مصحف واحد؟ برافو عليك، سيدنا عثمان. السؤال موجه للبنات: من الذي قتل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ نعم؟ لا، الإجابة خاطئة. السؤال للأولاد وهو آخر سؤال بالنسبة للأولاد: ما هو البيت العتيق؟ نعم؟ أنا بتكلم بقول البيت العتيق. الربط. البيت العتيق. الكعبة. برافو عليك، برافو عليك. السؤال هنا موجه للبنات وآخر سؤال للبنات. ربنا بيقول: إن الإنسان لربه لكنود. ما معنى لكنود؟ مش عارفين الإجابة؟ بكده يكون الأولاد كسبوا المسابقة ونسقف لهم سقفة جامدة.